بيبدأ فيلمنا في بيت آمن في ولاية أنديانا الأمريكية، وبنشوف مجموعة من المحققين الفيدراليين وهم بيحققوا مع واحدة ست ما بنعرفش اسمها طول الفيلم، لكن هنقول عليها الأم بما إن ده اسم الفيلم. وبنعرف إن الأم دي كانت متورطة مع اتنين مجرمين كبار، واحد اسمه هيكتور والتاني اسمه أدريان. وفي أثناء التحقيقات بتقول لهم الأم إن البيت اللي هم قاعدين فيه دلوقتي ده مش آمن، وممكن في أي لحظة حاجة تحصل. فبيستهزأ بكلامها واحد من العملاء اللي كانوا بيحققوا معاها، وبيقول لها أنت ما تعرفيش إحنا مين، وإن مفيش حد يقدر يقرب من المكان ده أصلا. لكن الصدمة، بيتعرض العملاء لعملية اغتيال من قناص، وبيفضل واحد منهم بس هو اللي عايش. فبيحاول يأمن الأم ويخرج بيها من المكان، لكنه بيتضرب عليه نار وبيقع. وبتاخد الأم مسدسه، وبتلاقي إن المسدس مفهوش غير رصاصة واحدة، وبتحاول تعالجه، لكن لما بتحس إن في حد قرب على المكان بتستخبى. ولما بيدخل الشخص ده بتقدر الأم إنها تضربه بالرصاصة الوحيدة اللي معاها، وبتتصدم لما بتلاقي الشخص ده هو أدريان. لكن أدريان بيتصدم لما بيلاقيها حامل، وبيقرر إنه يضربها بالسكينة. بس في الوقت ده بتكون هي محضرة له مفاجأة، والمفاجأة دي عبارة عن عبوة محطوط فيها مادة كيميائية بتشتعل بمجرد ما الشمعة تسيح جواها، والنار بتمسك في أدريان، وبتقدر الأم إنها تبعد عن النار. وبنشوفها بعدها وهي في المستشفى، وبيتعمل لها عملية، وبيكونوا لحقوا الطفل قبل ما يموت، وبنعرف إنها خلفت بنت. وبعدها بنشوف عميلة فيدرالية اسمها ويلي بتطمن الأم على بنتها، وبتقول لها إن البنت لازم تفضل معاهم لأنها معرضة للخطر وممكن تتقتل في أي لحظة. وبتعرف الأم إن أدريان قدر يهرب والنار ما قدرتش تموته. فبتقول لها ويلي إن أدريان شخص تجرأ وطعن واحدة حامل، تفتكري مش هيقدر يقتل طفلة صغيرة؟ فبترفض الأم إنها تسلمهم بنتها في البداية، لكنها في الآخر بتوافق. وبعدها بنشوف الأم وهي بتزور المحقق اللي فضل على قيد الحياة، واللي بنعرف إن اسمه كروز، وبتطلب منه إنه يكون مسؤول عن حماية البنت. وكمان بتطلب منه 3 طلبات: الأول إنه يخليها تكون مع عيلة طيبة، والتاني إنه يعرفها تفاصيل حياتها ويبعت لها في كل يوم عيد ميلاد للبنت صور ليها، والطلب التالت إنه يقول لها لو حصل للبنت أي خطر في يوم من الأيام. فبيقول لها كروز إنه موافق على كده، وإنه مدين ليها لأنها أنقذت حياته. وبتشوف الأم بنتها في الحضانة للمرة الأخيرة، وبيقول لها واحد من الموجودين: هي دي بنتك؟ فبترد عليه وبتقول له. وبتروح الأم لولاية ألاسكا عشان تبعد عن الخطر على قد ما تقدر، وبتقابل زميل قديم ليها في الحرب اسمه جوناس، واللي بيشتري لها بيت صغير عشان تستخبى فيه. وبعد 12 سنة بنشوف الأم وهي بتصطاد حيوانات، ولما بتشوف ذئبة قدامها بتقرر انها تصطادها، ولكنها لما بتشوف جراويها الصغيرين بتنزل سلاحها وما بترضاش تقتلها. ولما بترجع بتلاقي جواب جايلها من كروز، والجواب ده فيه صور لبنتها، لانها اتفقت معاه قبل كده انه يبعت لها صور لبنتها في كل عيد ميلاد ليها. لكن الغريب ان المرة دي ما كانش عيد ميلادها. فبتفهم الام ان الحكايه فيها خصوصا بعد ما لاحظت ان كروز بعت لها جواب عليه شفره غريبه. فبتقرر انها تحضر اسلحتها وبتطلع على ولايه اوهايو، وبتتقابل مع كروز وبتساله عن بنتها. فبيقول لها ان في عدد من الفيدراليين اعتقلوا مجموعه من رجاله هيكتور، ولقوا معاه شويه اسلحه وكمان صوره بنت صغيره، والبنت دي تبقى بنتها. فبتقول له انها لازم تحميها. فبيرد عليها كروز وبيقول لها ان ده هيضرها وهيضر البنت. فبتساله لاول مره عن اسم بنتها، فبيقول لها ان اسمها زوي. قررت الام انها تراقب بنتها من بعيد في المدرسه وفي البيت، وكمان في اجازتها لما كانت في الحديقه العامه بتلعب مع صحابها. وفجاه بتظهر عربيتين بينزل منهم مجموعه من الرجاله، فبيتحول المنظار اللي الام كانت بتراقب بنتها منه لمنظار لبندقيه القنص بتاعتها. وبتلاقي راجل تعرفه كان قاعد قريب من بنتها، والراجل ده بيكون اسمه جونزاليس. وبتلاقيه بيشاور للعربية الأولى على بنتها، ولما بينزل 2 من رجالته. وفي الوقت ده بيلاحظ جونزاليس وجود الأم، وبيشاور لرجالته إنهم يخلصوا منها. وفي الوقت نفسه كانت رجالة جونزاليس بيحاولوا يخطفوا زوي، وكانت أمها اللي مربياها بتحاول تمنعهم، لكن قدرت الأم إنها تقتل واحد منهم. بس ظهر جونزاليس وضرب نار على أم زوي بالتبني وخطفوها. وفي الوقت نفسه وصل رجالة جونزاليس للجراج اللي كانت موجودة فيه الأم. محاولة الأم تستخبى منهم تحت عربية من العربيات، لكن واحد منهم كان بيدور عليها في كل مكان في الجراج، لدرجة إنه قتل واحد ملوش دعوة بالموضوع أصلا. لكن قدرت الأم إنها تدخل للعربية بطريقة غريبة، وكمان قدرت تدورها، ورجعت لورا وقدرت تدهس الراجل اللي كان بيدور عليها ده. وهي في طريقها للهروب ظهرت الشرطة قدامها، لكنها قدرت تهرب منهم وتنط من الجراج. وكان كروز مستنيها بعربيته وخدها وهربوا. وبيروحوا بعدها للبيت اللي كانت عايشة فيه زوي، وبيقول لها كروز انه عرف مكانهم وانهم في دولة اسمها كوبا، وبيديها ظرف فيه باسبور مزيف ومكتوب في الباسبور ده انهم متجوزين. وبالفعل بيروحوا كوبا، وهناك بيلاقوا جونزاليس. فبتقدر الام انها تحاصره وبتسأله عن مكان البنت، لكن في الوقت ده بيظهر رجالته وبيضربوا كروز، وبيقدر جونزاليس انه يهرب.
فبتجري وراه وهي في طريقها بتسرق موتوسيكل عشان تعرف تحصله، لكنها بتعمل حادثة وبينزل صاحب العربية عشان يزعق لها، لكنها بتخبطه بالخوذة وبتسرق عربيته وبتكمل جري ورا جونزاليس وبياخدوه المكان بعيد عن الناس. وبتبدأ الأم إنها تضربه عشان يعترف، فبيقول لها إن بنتها زوي موجودة في قصر هيكتور والقصر ده عليه حراسة مشددة ومش هتعرف هي وكروز إنهم يخترقوه. وبعدها بيشتمها فبتتعصب الأم وبتوقعه على إزازة مكسورة وبيموت. بعدها بنشوف الأم وهي بتتكلم مع كروز وبتحكي له عن ماضيها، فبتقول له إنها لما كانت في الجيش في حرب أفغانستان كانت قناصة ماهرة جدا، وكان أدريان هو القائد بتاعها وعرض عليها إنها تشتغل معاه لكنها رفضت. وفي يوم من الأيام قابلت هيكتور واللي كان بيتاجر في السلاح وعرفته على أدريان، ومن وقتها هيكتور وأدريان بدأوا يشتغلوا مع بعض لحد ما في يوم من الأيام اكتشفت الأم إنهم مش بس بيتاجروا في السلاح، لا ده كمان بيتاجروا في أعضاء الأطفال. وساعتها قررت إنها تبلغ الفيدراليين، وده اللي خلى هيكتور وأدريان عايزين ينتقموا منها. وبالليل بنشوف الأم وهي بتراقب قصر هيكتور وبتقتل واحد من الحراس اللي واقفين بيحموا القصر من بره، وبيقطع كروز الكهرباء عن القصر بالكامل. وبتدخل الأم جوه القصر وبتنقذ بنتها زوي وبياخدها كروز، لكن بترجع الأم مرة تانية وبتروح عشان تقتل هيكتور، فبتلاقيه قاعد مستنيها وبتكتشف إن كل ده كان فخ عشان توصل له. وبتلاقي الأرض غرقانة بنزين وحواليها متفجرات وشموع كتير، وبيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها إنها خانتهم وإن مصيرها الموت، فبتضربه بالدماغ وبعدين بتقتله بالسكينة وبترمي شمعة من الشموع عشان القصر ينفجر. وبعدها بتوصل الأم وزوي البنزينة وبتنزل الأم وبتجيب شوية حاجات لبنتها، فبتتكلم زوي معاها وبتقول لها إنها حاسة إنها أمها، لكن الغريب إن الأم بتنكر وبتطلب منها إنها تروح مع كروز عشان يرجعها لبيتها. وبتكون حزينة جدا وهي بتبص على بنتها وهي ماشية قدامها وهي مش عارفة تقول لها إنها أمها، وكل ده عشان تحميها. وفي الطريق ظهرت عربية من عربيات أدريان وخبطت في عربية كروز، وبيوصل أدريان لزوي وبيكون باين على وشه الحروق اللي اتسببت فيها الأم في أول الفيلم. بس الصدمة إن الأم بتظهر قدامهم بالموتوسيكل وبنعرف إنها كانت بتراقبهم، لكن للأسف أدريان بيقتل كروز. وفي نفس اللحظة بترمي الأم ولاعة وبترميها على العربية اللي بتسرب بنزين، وبتهرب زوي لكن بتلحقها الأم بالموتوسيكل. وبكده يكونوا هربوا من أدريان ورجالته. وبتروح الأم تشتري عربية جديدة وبتسافر هي وبنتها لألاسكا، وبالتحديد بترجع للمكان اللي كانت مستخبية فيه في البداية. لكن بنشوف زوي وهي متضايقة وبتقول للأم إنها عايزة ترجع بيتها وإن مفيش أي سبب في إنها تفضل موجودة هنا، لكن بتقول لها الأم إن هنا المكان آمن، وبتقول لها إنها هترجعها لبيتها لما الوضع يكون أحسن. وبنشوف الأم وهي بتعلم بنتها القنص واستخدام السكينة وزرع الفخاخ، وده عشان تقدر تدافع عن نفسها لو حصل حاجة. ومع مرور الوقت بتتعلم زوي القنص وبتتقنه وبتكون ماهرة زي أمها بالظبط. وبعدها بتلاقي زوي الذئبة اللي شفناها قبل كده جريحة، فبتكون عايزة تساعدها، لكن بتقول لها الأم إن لازم الجراوي الصغيرة يتأقلموا على الوضع ده ويعرفوا يعتمدوا على نفسهم. فبتحس زوي إنها بتتعامل مع واحدة قاسية جدا، لكن في الحقيقة إن الأم راحت بالليل تودي أكل للذئبة الجريحة. وتاني يوم بتصحى الأم ومش بتلاقي بنتها، ولما بتدور عليها بتلاقيها بتلعب مع الجراوي، وللأسف واحد منهم بيعضها، فبتروح الأم بيها على المستشفى وما بترضاش تقول اسمها الحقيقي للدكتور عشان أدريان ما يعرفش إنهم موجودين هنا. لكن للأسف بتكون زوي سجلت اسمها بالكامل للدكتور، فبتروح الأم لجوناس وبتعرفه اللي حصل وبتطلب منه إنه يخبي البنت، وهي هتفضل موجودة مستنية أدريان في البيت. وبتديله جواب يديه لزوي بعد فترة، وبتكون زوي متضايقة جدا منها وبتقول لها إنها بتكرهها، لكن هي ما تعرفش إن الأم بتعمل كل ده عشان تحميها. بعدها بيظهر أدريان في ولاية ألاسكا مع عدد من رجالته، فعلى طول بيبلغ جونس الأم، فبتقول له إنه لازم يهرب هو وزوي في أسرع وقت. لكن في الوقت نفسه بنشوف زوي وهي بتفتش في بيت جونس وبتلاقي الجواب اللي الأم سابته، ولما بتفتحه بتلاقي صورها اللي كان كروز بيبعتها للأم كل سنة، وبتقرا الجواب واللي كان مكتوب فيه إنها اتنازلت عنها عشان تحميها. لكن في الوقت ده بيوصل رجالة أدريان بموتوسيكلات الجليد، بس في عدد منهم بيدوس على لغم من الألغام اللي زرعها الأم وبينفجروا. وفي الوقت ده بتقتل الأم واحد من العصابة وبتسرق هدومه، وبتسمعهم وهما بيقولوا إنهم لقوا بنته صغيرة، فبتروح للشخص اللي خطفها وبتقتله وبتهرب بيها، وبيطلعوا فوق برج وبيبدأوا قنص في كل رجالة أدريان. لكن بيكشف أدريان مكانهم وبيحط الليزر على دماغ زوي وبيهدد الأم إنه هيقتلها، وبيطلب من الأم إنها تسلم نفسها وهو هيسيب البنت تعيش. فبتوافق الأم وبتطلب من بنتها تمشي وتسيبها، وبتنزل تقابل أدريان وبيبدأ القتال بينهم. لكن في الوقت ده بنشوف زوي اللي ما سمعتش كلام أمها وبدأت تستخدم بندقية عشان تقتل أدريان، وبتضرب زوي لكن الضربة بتيجي في أمها، فبتروح زوي تنقذها لكن أدريان بيخطفها. وفي اللحظة دي بتفوق الأم وبتمسك بندقية القنص وبتضرب على أدريان وهو بيجري بالعربية، وبالفعل الطلقة بتيجي فيه وبيموت. فبتنزل زوي من العربية وبتروح تحضن أمها، وبعد كده بنشوف الأم وهي بتودي زوي لأمها بالتبني، وبيخلص الفيلم بإن الأم فضلت موجودة في حياة بنتها وبنتها عرفت حقيقتها. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لأن ده فعلا بيساعدني، وما تنساش تتابع حسابي الشخصي على الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. شكرا.